الو الو، التليفون. مساء الخير يا فندم. ايوه استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا استاذ جوزيف. اولا انا بحمل حضرتك مسؤوليه ارتفاع ضغط دمي واعتلاء السكر عندي. ليه يا فندم بس؟ اللي انت سمعتهولي من شويه الخطاب. ده خطاب؟ هو انت بتسمي ده خطاب؟ طب وانا مالي؟ انت بتسمي ده؟ طب انا مالي يا استاذ احمد؟ طيب انا مالي؟ انت اللي زعته، ماليش دعوه. طب ما كل مصر زعته يا فندم، ده مفيش فضائيه ما زعتوش. ده بتوع التوك توك كانوا مراكنين التوك توك وبيسمعوه. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ جوزيف. اولا من الثلاث نقاط بالظبط، مش هطول عليك. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها عند اخلاء الرئيس يكون في عربيات غير مصفحه، وبالتالي يمكن اي حد انه يصاب. اللي يصاب داخل عربيه من عربيات الاخلاء للرئيس الجمهوريه ده معناته ان كان مضروب بار بي جي او حاجه اكبر من كده. انما انه يرموا عليهم طوبه او يرموا عليهم ازايز ميه دي تصيب جندي في قوه التامين، ده اسمه كلام فاضي. ان حد مواطن يخش جوه رئاسه الجمهوريه قصر الرئاسه ويوصل لقصر الرئاسه مع كل الحشد اللي كان موجود من الحرس الجمهوري حوالين قصر الرئاسه من الداخل، ده برضه اسمه استعباط وبيأكلونا مستهبله. دلوقتي المطلوب ان الناس كلها عن بكرة ابيها تنزل وتروح على الاتحادية. انا المعلومات اللي عندي اللي وصلاني ان الحرس الجمهوري حول مواسير الدبابات ناحية القصر، معناته ان هو بيلتزم بالسلمية مع المتظاهرين. طالما تحولت ابراج ومواسير الدبابات بخلاف اتجاه المتظاهرين، معناته ان الحرس الجمهوري لن يستعمل القوة مع المتظاهرين. النهاردة يخلع هذا الكلب، كلب المرشد، ويخرج خارج مصر كلها، مش بس خارج قصر الرئاسة. النهاردة شعب مصر يستعيد أصول الحكم في بلاده. اللي بيحصل ده لا يمكن أبدا أن يقبله إنسان ذو عقل. زي ما سمعت الأستاذ جاك عطلة من شوية، أنا بأمن على كلامه، يجب احتلال واعتلاء أسطح المباني المجاورة لميدان التحرير والاتحادية. ولو تتذكر يا أستاذ جوزيف، أنا كنت قلت لحضرتك الكلام ده من فترة، إن يجب على الثوار أن يتمركزوا في المباني والأسطح حول الاتحادية والتحرير. اللي أنا عايز أقوله تاني، إن يجب على الناس أن ترفض أي تعامل أو أي مناقشات أو حوارات بين القوى السياسية العميلة التي لا تمثل الشعب في شيء ومحمد مرسي. الآن الشعب لا يريد دستور، لا يريد إعلان دستوري، لا يريد استفتاء. الشعب لا يريد مرسي رئيسا، ويجب أن ينحى عن الرئاسة. لا يتنحى، يجب أن ينحى عن الرئاسة بالقوة إن استطعنا. يجب على كل الشعب المصري الآن أن يتولى مقاليد أموره ويزحف إلى قصر الاتحادية ويأتي بكلب المرشد خارجا. وابنه اللي كان بيشاور للناس بأصابعه إشارات غير مهذبة من شرفة المنزل تكسر أصابعه، ويجب أن يقدموا جميعا للمحاكمة. أنا آسف للإطالة ومتشكر جدا. شكرا جدا الأستاذ أحمد بولس، وهو كان في الحرس الجمهوري فهو عارف كويس قوي البروتوكول. أو طالما الدبابات بيقول الماسورة بتاعتها راحت ناحية الرئاسة، يبقى معناها إنه هيتعاملوا سلميا مع كل المتظاهرين. يعني مفيش قلق من الجيش أو من الحرس الجمهوري، ولكن القلق الحقيقي من الإخوان شخصيا. قناة الطريق اتفضل.